لحظة القبض على البلوجر ليل وروكي أحمد وكمان كروان مشاكل. خلينا نشوف الحوارات وبلعات المجاري والكوارث اللي حرفيا موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي. سموم وأفكار فاسدة بتهدم مجتمعنا الشرقي. أول واحد ليل اللي اشتهر بميوله الغريبة جدا في مواقع زي موقع تيك توك. يعني للوهلة الأولى كده ممكن تفكر إن هو بنت، لكن لما تدقق فيه كده ما تعرفش هو نوع إيه بالظبط. المهم يعني إن المتهم ده ظهر كفتاة عبر حسابه على تيك توك، وكان بيعمل حركات وإيحاءات جنسية منافية للآداب العامة. أجهزة الأمن كان متابع حساب ليل مصر من فترة كبيرة، وتم القبض عليه. وطلع إن هو اسمه إن هو يعني شاب، واسمه محمود، وبيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي ديت، وبيحط فيها على وشه، يعني بيظهر إن هو بيحط ميك اب. ولما فتشوا موبايله لقوا فيه مقاطع فيديو إن هو يعني مصورهم لنفسه في أوضاع مخلة. أنا مش عارف إزاي الصراحة، بس عدوها، يعني المفروض ده راجل يعني على الورق حتى. ليل بقى لما اتقبض عليه قال إن هو ما عندوش ميل لأي جنس بعينه، وقال أنا مش راجل ومش ست. القضية التانية روكي أحمد، واسمها الحقيقي هو رؤية أحمد الصافي، وتم القبض عليها لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياة. المتهم حرفيا بتطلع تستعرض جسمها، وخلينا نقول كده يعني ان هي بتستعرض جسمها ومسميه نفسها بلوجر. يعني كل الناس ديت مسمين نفسهم بلوجر ومؤثرين في المجتمع، لكن في الحقيقه او الباطن يعني اللي بيقدموه في فيديوهاتهم هي فيديوهات غرضها اثاره الغرائز وهدم القيم الاسريه. اللي قدم البلاغ ضد روجي احمد يبقى واحد محامي اسمه اشرف فرحات، وقال برضه في البلاغ اللي هو مقدمه انها اتعمدت نشر الفسق والفجور على موقع التواصل الاجتماعي، وانها بترتدي ملابس يعني بتبرز فيها مفاتن جسمها، طبعا عشان تحقق الارباح وتتشهر اكتر واكتر. واخيرا وليس اخيرا يعني هيكون موضوع بقى كرار مشاكل. المحكمة الاقتصادية حكمت على إنجي حمادة اللي هي المذيعة يعني وكروان مشاكل بالحبس لمدة سنة مع غرامة 100,000 جنيه. وبكده يبقى كروان آخر المقبوض عليهم. يا ترى دي هتكون النهاية والناس هتتعظ، ولا الشهرة وحب الفلوس والجري ورا الحاجات ديت هيخلي ناس تانية جاية في السكة؟ قولوا لنا تحت في التعليقات رأيكم ايه.